جملة قُلتها في كورس من 3 سنين، شكرني عليها واحد من اللي بيتدربوا معايا أول امبارح. إيه هي الجملة؟ ومين الشخص الجميل ده؟ وليه شكرني بعد 3 سنين؟ تعالَ أقول لك الحكاية. أول امبارح لقيته باعت لي فاكر الجملة اللي قُلتها لنا عن الخصومات؟ وبيقول لي من يومها وأنا بابيع من غير ما أحرق سعر، فشكرًا ليك وبارك الله فيك. طب إيه الجملة اللي قُلتها؟ أنا قُلت له وقُلت لكل الحاضرين في الكورس وقتها جملة واحدة: ما تنزلش بالسعر، ابني عرض قوي، لإن أغلب الناس لمّا المبيعات بتاعتهم بتهدى بتعمل خصم، فتجيب شوية مبيعات بس بتعلّم العميل إنه يستنى الخصم، وبتأثّر عمرك الربحي. يعني إيه عمليًا عرض أقوى؟ يعني 3 حاجات لو عملتهم تقدر تبيع بسعر أعلى من غير ما تحرق نفسك في خصومات. أول حاجة، ما تحطش سعر واحد وخلاص، اعمل 3 باكيجات basic وpro وpremium، وخلّي الاختيار الطبيعي هو الاختيار الpro، والpremium فيه امتيازات وواضحة. تاني حاجة، زوّد سبب الشرا من غير ما تقلل السعر، بونص، تسليم أسرع، متابعة بعد تقديم المنتج، تركيب مجاني، تدريب سريع على الاستخدام، أي حاجة بتخلّي العميل يقول كده منطقي. تالت حاجة، قلل مخاطر العميل، خطوات واضحة، نتيجة متوقعة، التزام بالتسليم، لأن الناس بتدفع أكتر لما تبقى مطمنة. بدل ما تقول الخدمة أو السلعة اللي بابيعها برقم X، قول الحاجات دي باكج يشمل كذا وكذا وكذا. هنا العميل بيقارن مخرجات مش بيقارن رقم. لو عايز تبيع بسعر أعلى من غير خصومات، اكتب لي سعر أعلى في الكومنتات، وابعت لي بتبيع إيه وسعرك الحالي قد إيه، وأنا هقترح لك 3 باكجات بصياغة عرض تخلي العميل يفهم ليه السعر بتاعك مناسب جدا. بس كده.